كنا بنصور فيلم، للاسف انا دوري اتشال من الفيلم كله. خالد صالح ده مش بني ادم، ده ملاك كده ماشي على الارض كده. والله يا جماعه انا مش بجامله، هو مش معانا، هو في عالم تاني. كنا بنصور فيلم، للاسف انا دوري اتشال من الفيلم كله. ليه؟ كله دي ما اعرفش الناس تعرفها ولا زي انا ما بقولش انا اشتغلت في الفيلم ده. انا قعدت طب إيه 19 السبب يوم بقى؟ بصور في شرم الشيخ فيلم الرئيس عمر حرب. دوري مساحته كبيره جدا جدا. طب وايه السبب اللي خلى الدور يتشال؟ السبب انا عرفته من وانا بصور، لان حته المخرج جوايا، فانا ما كنتش موافق على اللي بيتم، اللي هو ايه. بس بعد 19 يوم تصوير؟ والله بس ده كتير جدا، مجهود جدا. دوري ما كانش كبير قوي بالدرجه. الاستاذ خالد يوسف كان بيضيف للدور، فكل يوم كنت بقى ايه، بيديني حاجه اقرا، يعني الشخصيه عجباه، ادائي عجبه، فيديني مثلا ورقه، اقرا المشهد ده هنقول، اقرا ده. على مدار 19 انا موجود 19 يوم بعمل ايه؟ طيب حتى خالد الله يرحمه خالد صالح قال لي هشام الدور بتاعك ده هيبقى علامه. فشلوه ليه؟ المساحه كبرت. فانا جيت قلت له خالد انا مش مبسوط اللي بيحصل ده. قال لي ليه؟ قلت له السيناريست اللي كتب السيناريو ده لما بيبقى فيه مدة الفيلم 90 دقيقة، ساعة ونص يعني، دول يقابلهم كام ورقة؟ لو قلنا الورقة بتاخد دقيقة على الشاشة يبقى 90 ورقة يعني، او متوسط 100 ورقة يعني، وهكذا يعني. لما انت تزودي الفيلم كده هيبقى مدته ايه؟ ساعتين ونص. فلما جم يلموا بقى الفيلم، يشيلوا الدور كله اتشال بالكامل. بالكامل.